السلام عليكم واهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، ركز معايا اسمع مني الكلمتين وصدقني انا بتكلم بكل حياديه. انا يا معلم مش عشان زملكاوي هتكلم لصالح الزمالك ولا علشان يطلع واحد يقول لي انت بتطبل الاهلاويه، ولكن اسمعني الكلمتين او اسمع مني الكلمتين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا في البدايه كده. وشفت انت طبعا عنوان الحلقه فدخلت عشان تسمع انا هقول ايه. مين النادي الافضل والمنظومه الانجح والافضل ما بين الاهلي ولا الزمالك؟ هناخد واحده واحده كده ونتكلم مع بعضينا. بص يا سيدي، على المنظومة هنا والمنظومة هنا، الإدارة هنا والإدارة هنا على مر تاريخها دايما هتلاقي ان في مشاكل كتيرة جدا بتكون جوه إدارة نادي الزمالك. وعند النادي الأهلي طبيعي جدا بيكون في مشاكل، ولكن مش بتكون بالمشاكل الأقوى، لأن في الأول وفي الآخر إدارة الأهلي أو داخل النادي الأهلي دايما الناس داخل الإدارة بيبصوا لمصلحة واحدة بس، هي المصلحة العامة للنادي الأهلي. مصلحة الأهلي فين؟ إحنا عاوزين نجري وراها. أما عند إدارة الزمالك على مر تاريخها أو في بعض الأوقات خاصة في آخر 25 سنة هتلاقي ان دايما يكون في مشاكل، وهتلاقي ان داخل الاداره ناس بتدور على مصلحتها الشخصيه فقط وتوظف مصلحه الزمالك وتوظف المصلحه العامه، عكس النادي الاهلي خالص. عشان كده لما تيجي تبص وتلاقي الاهلي فاز ببطوله بيجيب البطوله الثانيه، بيجيب الثالثه، بيجيب الرابعه، بيجيب الخامسه، بيجيب السته، وقع في السبعه يقوم في الثامنه، يجيب التاسعه، يجيب العشره، وهكذا. اما عند الزمالك لما بيجيب بطوله هنا بقى تكتر المصالح. ايوه عايزين نكتر المصالح، عاوزين نعمل صفقات ونضرب من وراها شويه قرشين، عايزين المصلحه الشخصيه لينا، مش مهم مصلحه الزمالك. فالزمالك ياخد بطوله او يجي في موسم ياخد بطولات، يجي في الموسم اللي بعده يقع، لعيبه تمشي، اللي بعده يقع يقعد 10 سنين واقع، فيرجع ياخد بطوله ويرجع يقع تاني. فتلاقي ان في نظريه مؤامره عند بعض جمهور الزمالك، اصل الدوله مش عاوزانا ننجح والدوله مش عاوزانا ناخد بطولات. بل بالعكس، انت لو هديت ثانية كده وركزت هتلاقي ان المشاكل جوه الادارة نفسها، وانك لو عندك ناس عاوزة مصلحة ناديك نادي الزمالك هتنجح وهتبقى زي النادي الاهلي وهتقدر انك تخش في منافسة كبيرة. ولكن دلوقتي الاهلي اللي بيعدي ال 120 بطولة قارية ومحلية، اما الزمالك اللي واقف عند 77 بطولة قارية ومحلية. تعالى يا عم عشان نختم الفيديو ده، وانا كنت عاوز اتكلم كلمتين في السريع. تعالى كده نبص لصفقات الاهلي او نبص لظروف ادارة الاهلي والزمالك عند بعض لاعيبتها. هتيجي تلاقي مثلا رحيل عبد الله السعيد واحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف اكرامي فجاه لنادي بيراميدز. ليه يا سيدي؟ علشان الفلوس. وهتلاقي اداره الاهلي بتقول لرمضان صبحي قدامك ساعه بالظبط وترد علينا، لا تجدد بشروطنا وتكمل معانا بشروطنا، لا اما يا سيدي مع السلامه. الاهلي ما بيقفش عليك ولا هيقف على حد، الاهلي اللي هيضيف لك مش انت اللي هتضيف للاهلي. عكس الناحيه الثانيه في الزمالك، هتلاقي الاداره بتتحايل على اللعيبه، هتلاقي اللعيبه بتلوي دراع الاداره وتقول لهم انا عاوز 30 و40 مليون على الترابيزه وهاخدهم كاش زي ما عمل عبد الله السعيد وخدهم كاش على الترابيزه. ولكن طبعا عارفين القصه ومش هنتكلم فيها كتير. ولكن هنا كمان الاهلي اللي بيقول لعبد الله ورمضان وغيره مع السلامه، وبيقدر يجيب صفقات وبيقدر ينجح وبيقدر بعدها ياخد البطوله التاسعه اللي كانت غايبه ايام رمضان وايام عبد الله. نيجي يا سيدي من قريب، تعالى كده نبص ونشوف فتوح. تجديد فتوح مع الزمالك كلام كتير حواليه، ولكن هقول لك الخلاصه. فتوح كان ممكن يروح الاهلي هيقول له تيجي فتوح، تيجي يا فتوح الاهلي هتجدد بشروط النادي الاهلي، ولكن ما تجيش عشان انت جاي من الزمالك وان انا اخد ضربه وان انا اعمل شو اعلاني وبتاع على حسابك فده تقعد تقول لي انا عاوز ملايين. الاهلي ليه شرط في العقود، الاهلي ليه سقف في العقود. انت جاي الاهلي هتاخد فلوس اللي هنقدرك بيها، في اعلانات هنقدرك بيها، في امتيازات وحوافز اللي هي هاتلي بطوله، هاتلي اهداف، ساهم في اهداف. كل ما تكتر في احصائياتك كل ما فلوسك هتلاقيني بديك حقك والزياده كمان، لان انا النادي الاهلي اللي بقدر. في النادي الزمالك عكس كده، تلاقي فتوح بياخد 25 مليون على الترابيزه عشان يجدد، بس الاداره مش بتقول له
في سقف في التعاقدات. الاداره مش بتقول له لو جبت بطوله مثلا هنديك، الاداره مش بتقول له لو ساهمت في اهداف، لو عملت احصائيات هنديك. هو كده كده واخد فلوسه كاش على الترابيزه، فهو خلاص مش فارق معاه يجيب بطولات ما يجيبش، انا كده كده واخد فلوسي وعقدي موجود. ولكن هنا عملت مشكله في اوضه اللبس. هنا بعد موسم هتلاقي زيزو محتاج انه يجدد، وهيقول لك اللي هو زيزو اصلا واخد اكبر عقد في الزمالك، هيقول لك انا عاوز عقدي اكبر من فتوح، انا اكبر عقد موجود. هتلاقي الونش لما يجي يجدد خلاص قريب جدا هيقول له ساويني بزيزو وفتوح، بل بالعكس انا عاوز اكتر لان انا الونش. هيقولوا دراع الزمالك وهيقعدوا يتكلموا كتير، لا اما كده لا اما يا معلم بيعني ووديني في اي نادي تاني طالما انت مش قادر تدفع لي. لكن هنا الغلط على اداره الزمالك ان ما حطتش شروط، وان انت لو عاوز الزمالك فتجدد بشروط الزمالك زي ما اداره الاهلي بتعمل مع اي لاعب، تقول له لو تقعد في الاهلي هتجدد بشروطنا وشروط النادي الاهلي. الاهلي اللي هيضيف لك، ولكن الاهلي قادر ان هو يقنع اي لاعب، وان اي لاعب بيروح الاهلي بيقدر يوافق على كل شروط النادي الاهلي، لانه داخل منظومه محترمه، داخل مع ناس محترمه، داخل مع منظومه ناجحه جدا بتدور على النجاح. ومنظومه بتدور على النجاح يبقى انا كلاعب هدخل المنظومه دي هنجح وهستفاد بكل حاجه. شفنا الطموح لما مشي من الاهلي ايه اللي حصل له، لحد دلوقتي بيدور على الطموح او بيدور على بطوله، ولحد دلوقتي 0 بطولاته من ايام تركي الشيخ في 2018 19 ولما جاب عبد الله بعد كده رمضان، وفي النهايه 0 بطولات. والاهلي اللي خد افريقيا ما شاء الله كم مره، بيلعب كاس عالم كم مره، وبرونزيه سوبر كاس، بطولات على بطولات، لان الاهلي صاحب بطولات. وغيره للاسف نفسي اتمنى ان احنا نعيش في اجواء استقرار قويه جدا بالنسبه للزمالك، وان اشوف اداره الزمالك الجديده دي لسه ما فيش ملامح، ولكن اتمنى يبقى فيه هدوء في الشارع الرياضي، او هدوء في الاعلام الرياضي، او هدوء في الساحه الرياضيه. مش عايزين مشاكل. اشتغل انت كاداره الزمالك، اشتغل لصالح نادي الزمالك زي ما الاهلي بيشتغل لصالح الاهلي، علشان احس انا كزملكاوي ان في منافسه قويه، احس ان انا كزملكاوي ان ناديه يستحق فعلا الدعم مني. ولكن ما اقولش هو كده كده انا كزملكاوي بدعم الزمالك، ولكن كاداره ايام مرتضى منصور كان الواحد نفسه مسدوده جدا. ولكن نتمنى ان الوضع يتصلح في نادي الزمالك، الاداره تبقى اداره ناجحه بتدور على النجاح، بتدور على مصلحه كيان نادي الزمالك زي ما اداره الاهلي بتدور على مصلحه كيان النادي الاهلي، والكل هناك بيشتغل لمصلحه واحده هي المصلحه العامه للنادي الاهلي. فده الفرق ما بين المنظومه هنا والمنظومه هنا. فانت بقى قول لي مين الافضل في الكومنتات. طبعا كلامي قال لك مين الافضل، فانت انزل في الكومنتات وقول لي مين المنظومه الافضل والانجح من وجهه نظرك، الاهلي ولا الزمالك. وكفايه عظمه لحد كده، واستني في حلقات جايه كتير. سلام.